بي إن سبورتس تعلن تعيين أحمد عبدو معلقاً على مباراة الأهلي ويانغ أفريكانز الجمعة 6 مساءً. الأهلي ينفي استقراره على الإبقاء على جراديشار وتأجيل صفقة المهاجم الأجنبي بعد جدل أثاره شوبير. حمزة عبد الكريم يقترب من الانتقال إلى برشلونة 6 أشهر بنية الشراء بعد زوال العقبات. أشرف داري يرفض عرض النجم السعودي لأسباب فنية ومالية. وكيل محمد شريف يؤكد استمرار اللاعب مع الأهلي وثقة الجهاز الفني فيه، مطالباً بمساندة أكبر من صناع اللعبة. سيراميكا كليوباترا ينفي وجود بند أولوية شراء لمروان عثمان في الإعارة. هادي رياض يوقع للأهلي تمهيداً للانتظام في التدريبات بعد الاتفاق على آلية السداد. أحمد القندوسي يرفض العودة للدوري الجزائري عبر شبيبة القبائل. كولومبوس كرو يؤكد التزامه بسداد مستحقات صفقة وسام أبو علي في موعدها. محمد عبد الله ينتظم في تدريبات سيراميكا استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري. تخطي عدد الإعارات يجبر الأهلي على تحويل إعارة أحمد رضا إلى بيع النهائي مع بند أحقية الاستعادة. محمود الخطيب يعود من فرنسا بعد الاطمئنان على حالته الصحية. الأهلي يدرس التراجع عن ضم حسن تريكا لاعب مالية كفر الزيات بسبب تصرفات إعلامية. الجيش الملكي المغربي يضم جلال الدين الخفيف استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل بدون جماهير. شبيبة القبائل يفاوض معز حاج علي ومصطفى سوكو لتعويض رحيل مهدي بوجمعة. حسام حسن يحدد 22 مارس موعدا لمعسكر وديتي السعودية وإسبانيا. صحف الجزائر تدعم محمد صلاح وتؤكد قدرته على التتويج بالنسخة المقبلة. ضياء السيد يؤكد استمرار صلاح مع ليفربول ويرفض انتقادات وائل جمعة. الأمن المغربي ينفي مقتل مشجع سنغالي ويؤكد وفاة متطوع مغربي. صحف مغربية تحذر من تأثير فوضى النهائي على حلم استضافة مونديال 2030. نابولي يفكر في ضم المغربي يوسف النصيري. أحمد بلال غير مقتنع بمهاجمي الأهلي الحاليين ويرى أن مروان حمدي كان الأنسب ويتمنى نجاح مروان عثمان. انتقاد لأداء إبراهيم عادل بعد انتقاله للخليج، مع التأكيد أنه صفقة مناسبة للأهلي حال توفرها. تريزيجيه لن يقدم أكثر من موسم أو 2 ويجب توظيفه كجناح أيسر فقط. دعم استمرار الشناوي أساسيا مع زيادة مشاركة مصطفى شوبير. الإشادة برتروب كمدرب مجتهد مع انتقاد لجنة السكاوتينج وتأخر صفقة المهاجم. التأكيد أن فرص الأهلي في البطولات ستتراجع دون ضم مدافع ومهاجم أجنبيين أقوياء. ملف اللاعبين مزدوجي الجنسية معقد بسبب المطالب المالية وتجربة سابقة تؤكد صعوبة استقطابهم.